فيلمنا بيبدأ باتنين ماشيين جنب بعض وفجأة هو بيديها كتف كده قانوني يخبطها فبتخبط في واحد فبتدلق عليها قهوة سخنة. يا صباح الخير والتسلخات. وبعدين بتقوم هي مكورة حتة لبانة كده في بقها وبترميها على شعره. وبعد كده بيروح زائر الترولي بتاع الشنط عليها ومقومها كلها على الأرض وبيقع الموقوس هو كمان. وساعتها هي بتقوله أنا هاجي أخد بكرة حاجتي، فبيقول لها ماشي بس يا ريت تكلميني قبل ما تيجي علشان ممكن يكون معايا واحدة تانية صاحبتي. وبعدين بتلاقي الدنيا زحمة ومفيش أي تاكسيات، فبترجع تقوله طب يلا تعالى وصلني، فبيقولها يلا يا بت من هنا، فقالت له لا مش همشي. قال لها طيب تعالي اركبي وهوصلك لحد بيت أهلك. فقالت له طب مش ممكن تقرب شوية لبيت أهلي؟ قال لها يلا انزلي العربية لسه رشة بصراحة وانا خايف على البويا البوس. وساعتها هي بتتكلم مع واحد من الخدم علشان يفتح لها البوابة، وبيدخلوا جوه وبيرميلها شنطها على الأرض وبيمشي يكسر في جنينة الفيلا وهو خارج. وبنعرف طبعا ان الاتنين دول هما سارة وتوم، وانهم كانوا في شهر العسل لكن شهر العسل باظ ورجعوا منه منفصلين. وبيرجع توم يفتكر حكايتهم من الأول وازاي ان هما اتعرفوا على بعض. في يوم من الأيام كان توم عمال يلعب كورة مع أصحابه على البحر، وبعدين رمى الكورة فالكرة هوب رشقت على طول في دماغ سارة، فراح بسرعة علشان يطمن عليها ويشوفها هي عايشة ولا ميتة. ومن هنا اتعرفوا على بعض وابتدوا ان هما يقربوا من بعض اكتر، وبيروحوا على بيتها وبيحصل ما بينهم العسل بالقشطة. وبيكون ساعتها عندها كلب رخم كده كان عمال يشد في شعر توم وكمان عمال يشد في رجله ومش راضي يبطل، فبيرميله الكورة علشان يروح يجيبها، لكن الكورة بتقع فجأة من الشباك وبيقع يا عيني الكلب وراها وبيموت. لكنه بيقول لخطيبته ان الكلب مات وهو بيجري ورا حمامة. وبيتفقوا بعدها على انهم هيتجوزوا وبيتعرفوا على اهلها الاغنياء وبيتم فعلا جوازهم وبيروحوا بعد كده على اوضتهم. لكن قبل ما يحصل ما بينهم اي حاجة مناخيرها فجأة بتنزف فبيناموا من غير ما يعملوا اي حاجة خالص. وتاني يوم بيروحوا يركبوا الطيارة علشان يروحوا يقضوا شهر العسل في بلد ما، وبتطلب معاهم كده ان هم يعملوا يعني العسل بالقشطة في حمام الطيارة. يعني حاجة غريبة، لكن بقى حظهم النحس ان رجله بتتحشر في قعدة الحمام وبيفضلوا يحاولوا يطلعوها لغاية ما اخيرا بتفك من القعدة وبيقعوا على الارض. وبعد ما الحمد لله بيوصلوا بالسلامة بيأجروا عربية علشان توصلهم للفندق اللي هيقعدوا فيه، وبيستلموا مفتاح الأوضة من الريسبشن وبيطلعوا أوضتهم. وبتجيلهم بعد كده لعبة هدية بمناسبة جوازهم، فبيحاول توم ان هو يحط الفيشة علشان يجربها بتشتغل ولا لأ، رغم ان سارة قالت له بلاش لان الفيشة دي مش هتنفع معاهم والفيشة دي صغيرة وخليك فاكر ان انا قلتلك بلاش. لكنه اول ما بيحطها في الفيشة بتروح عاملة آفة في الكهرباء كلها بتاعة الفندق، وبيطلب منه مدير الفندق ان هم يدفعوا التكاليف الخسائر اللي حصلت في الفندق. وبيتخانق معاها ساعتها وبيسيبوا الفندق وبيمشوا وبيروحوا يدوروا على فندق تاني يعوضوا فيه ويقعدوا فيه، لكن بيلاقوا الفنادق كلها مليانة. فبعدين بيمشوا بالعربية وهما ماشيين بالعربية بيلاقوا فجأة عربية جاية في وشهم بسرعة فبيتفادوها، وللأسف بيدخلوا في تلج كان محطوط على الطريق. فبيقول لها يا دي النيلة طب هننام دلوقتي في وسط التلج ده والصبح هنبقى نحفر حفرة علشان نخرج من التلج ده. وفعلا بيناموا في العربية لحد الصبح وبيخرجوا من العربية وبيركبوا مع عربية تانية بتنقلهم هما وعربيتهم البايظة. وبتقول سارة أنا هكلم بابا علشان أطلب منه شوية فلوس حلوين علشان نحجز في حتة تانية. فهو طلع راجل قوي وقال لها لا لا انا مش هاخد من ابوكي اي فلوس، خلينا كده نروح بنسيون على قدنا، وهو يا ستي اي مكان هنكون فيه مع بعض اكيد هيبقى جنة. وبيوصلوا فعلا لمكان البنسيون واللي هو تقريبا بيكون في حارة، وبيطلعوا الأوضة واللي بتبقى عبارة عن خرابة مش أوضة. ومن حظهم النحس انهم اول ما بيحطوا الشنطة على الارض بتقع نجفة على الارض، ولسه هيعيشوا بقى اجواء شهر العسل. فبتتكسر الحيطة بيهم وبيلاقوا نفسهم عند الجيران. وبعدين وهما بيكونوا قاعدين بالليل بتلاقي سارة فجأة كده صرصار ماشي على رقبة توم، وهنا بيستسلموا لكل اللي بيحصل. وبتكلم ساعتها سارة باباها واللي بيحجز لهم فندق تمام. وبتتفاجئ سارة ان قريبها بيتر نازل معاهم في نفس الفندق واللي كان عاوز يتجوزها قبل ما توم يتجوزها. وبتيجي سارة ساعتها تسأل توم وتقول له هو انت مخبي حاجة عني؟ فبيقول لها لا بس ليه؟ فبتقول له قولي الحقيقة
انت شكلك مخبي حاجة. فراح معترف لها على حكاية الكلب وقال لها الكلب بتاعك ما ماتش بطريقة اللي انا قلتها لك يعني بالظبط، لا انا كنت قاعد بقرا وهو كان عاوز يلعب معايا وبيشدني، فروحت رميله الكوره بتاعتي ووقعت من الشباك وهو جري ورا الكوره ووقع وراها ومات. فقالت له يبقى انت كده اللي خلصت على الكلب بتاعي؟ قال لها لا دي كانت حادثه، انت رايحه فين وبتقولي ايه؟ انا اقدر استحمل اي حاجه، لكن ان انت تطلع كذاب لا طبعا. قال لها كذاب ايه يا بنتي، انا ما عملتش حاجه والله، كل ده حصل غصب عني. وبعدين استني هنا، انت كنتي بتساليني لو مخبي حاجه، اكيد طبعا عشان انت مخبيه حاجه كمان، قولي لي انت مخبيه ايه؟ فقالت له انا بصراحه حصل ما بيني وما بين بيتر عسل بالقشطه. فقال لها يا سلام، وده كان امتى؟ فقالت له طبعا قبل ما نتجوز وقبل الخطوبه. فقعد ساعتها يتخانق فيها، فقالت له لو سمحت انا محتاجه اشم شويه هوا، وكمان راحت خارجة من الفندق. فبيخرجوا وبيشتموا بعض وكل واحد منهم بيروح في طريقه. وبتلاقي سارة بيتر في وشها فبتخرج معاه وبتتصاحب عليه. وبيخرج توم مع واحدة كان مقابلها في الكافيه تحت، لكن سارة بتطلب من بيتر انه يساعدها علشان يلاقوا توم، لانها لقت ان توم فجأة اختفى. واللي بيرجع هو وصاحبته، توم بيكون مع واحدة صاحبته في الفندق وبتحاول صاحبته انها تعمل معاه العسل بالقشطة لكنه بيرفض. ولما بيرفض صاحبته بتروح ضرباه وبتمشي. وبيوصل بيتر وسارة للفندق وبيبوسها غصب عنها فبتضربه على وشه. لكن في اللحظة دي بيشوفهم توم وبيتخانق معاها تاني. وبعد ما بتطلع سارة للأوضة وبيطلع بيتر وراها، ساعتها توم بيمسك حديدة وبيجري بيها ورا بيتر في الفندق وبيرمي الحديدة وبتيجي في عربية الشرطة فجأة. فساعتها بيتقبض عليه هو وسارة. وبعد ما بيخرجوا من السجن بيروحوا راكبين طيارة وبيرجعوا على طول على بلدهم. وبنرجع ساعتها للحظة اللي كان بيفتكر فيها توم كل اللي حصل. وبعد ما توم بيقعد يتكلم مع باباه بيتأكد ان هو لسه لحد دلوقتي بيحب سارة وعاوز يكمل معاها بقية حياته. فبياخد العربية وبيطلع على بيت اهلها علشان يتكلم معاها ويقابلها، لكن الخدم اللي موجودين في بيت سارة ما بيرضوش يفتحوا البوابة، فبيقرر ان هو يكسر البوابة بالعربية. وبيخبط فعلا البوابة بالعربية، لكن ما شاء الله العربية باظت واتقطعت مليون حتة، لكن البوابة بتفضل زي ما هي سليمة. فبيروح فاتح شاشة المراقبة ومكلمهم وباصص فيها وبيقول لهم انا مضمنش اي حاجة في الدنيا دي، لكن الحاجة الوحيدة اللي انا ضامنها وهي اني هفضل احب سارة طول عمري وهفضل متمسك فيها لاخر يوم في حياتي. وساعتها سارة بتفتح له البوابة وهي فرحانة وبيجري عليها توم، وساعتها بيبدأوا صفحة جديدة مع بعض وبيبدأوا مغامرة جديدة في حياتهم. وبيقرروا مع بعض ان هم يقضوا شهر عسل من جديد مع بعض. بس يا ترى هيحصل نفس اللي حصل لهم والنحس هيفضل ملازلهم ولا لأ؟ بس باين كده ان حياتهم هتفضل طول عمرهم منحوسين، لانه كل ما بيروحوا اي مكان بيحصل فيه حاجات مش طبيعية. فتقريبا كده يا اما هم منحوسين يا اما حد عمل لهم عمل. ويا ترى هم هيكملوا في حياتهم ولا لا؟ وده كان فيلمنا وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر في تنزيل كل الافلام اللي انتوا بتحبوها. ولو حابين انزل لكم اي فيلم اكتبوه في التعليقات وانا هعمل لكم ليه ملخص وانزله على القناة. دمتم بألف خير وسعادة يا احلى متابعين في الدنيا.